دلوقتي يا ميرنا لو مثلا اتكلمنا عن فتره SNL، ايه كواليسها في حياتك؟ عارف لما يكون حد بيحضرك لحاجه. اوكي كان اول مسرح مصور، اوكي. فاهم ايوه انت يعني. المسرح عندك برضه، مسرح لسه هنتكلم في موضوع وجمهور. المسرح ده. انت المسرح انا عندك بعشق المسرح، انا اه بعشق المسرح اكتر طيب بحبه فيهم فعلا في انواع التمثيل كلها. فكان مسرح بس متصور، اوكي. فانت برضو محدود في الفريم بتاعك، ولكن فاكك وارتجال، وبتسمع الرياكشن على طول من الجمهور وهما بيضحكوا. وبعدين انا كان طب مثلا انت لو بتحب ترتجلي؟ شفت بقى انه كان صح من اول ما قطعنا الورق. انت بس خضتني. ايوه ماشي، بس انت بتحب ترتجلي، انت ايوه، بتحب تقولي. لو في سياق الموضوع ما اطلعش ما اقولش اي عبط يعني، واحب ايوه يبقى طبعا. معايا حد يسوقني يعني. المخرج يقول لي ميرنا الكاركتر بتاعك كذا، هنتكلم من هنا، هنهزر من الحته دي، في المعقول واللي يمكن يبقى بيخدم اكتر العمل ويخدم زمايلك اللي طب ده واقفين معاك. بيحصل في اللعبه، احنا بنعبط في اللعبه جدا. ايوه يعني انا الناس بحب مبقاش المشروع ده فاهمه اللي هو قوي. ايه، ان احنا بنقعد فجاه أيوة. نمسك المشهد ويبقى آه. ماشي مكتوب بشكل، فنقعد نغيره ونقول لان نقول انت انت تبدو بتحب. من بره انك بتهزر، ولكن انت فاهم ال 12 شخصيه عباره عن ايه، وانت هتهزر منين، وانت غريب البواب، وانت يا مازو هتعمل ايه من تعليقك على الغباء، وانت يا وسيم هتعمل ايه من حبك الاوفر لمراتك. انت فاهم تركيبات الناس. لما تيجي تقوم قايل لنا افيهات، يا جماعه اعلى افيهات علمت في تاريخ اللعبه ارتجال معتز توني، دي لا تتقال والله في ما البرامج. كلكم بترتجلوا حاجات حلوه. لا لا لا، انت بس انا فاكر لما قصدي كنت بتعدي من جنبي تقوم قايل لي في ودني هنا قولي كذا، واقولها الاقيها ترند. ايوه فاكر ودي مين اللي نفخها؟ فاكر؟ لا مليون طبعا. افيه، مش دي بس يعني. بس انا قصدي دايما الارتجال انت بتاع الرجال، عشان كده انت بتحب المسرح. انت في بس المسرح الارتجال مش مع كل الناس، بتهبلي. بخاف يعني على حسب المشروع ايه او مع مين، مش كل حاجه ينفع فيها ارتجال يعني. بس انا لو عليا يلا نهبل في الارض. يلا بقول لك كنت نجري. بقول للضيوف ما اكلونيش من اسبوعين يعني. انا بمثل في ايوه الاول من بدري من مثل بدري، من بدري. باين بس كان بابا دايما معجب بده قوي. خش يمثل معايا، قول يا عمري ايه اللي حصل. طب انت بتحبي الطريقه دي، بتحبي اللي هو تقولي. احنا بيتنا فاني، اوكي عيلتنا نفسها دمها خفيف يعني. الاب الله يرحمه كان دمه خفيف قوي قوي قوي، عسل. اوكي وماما دمها خفيف جدا، وست موهوبه قوي يعني. انا كل ما ليه علاقه بالرسم والالوان وكل حاجه وارثاها منها، وارثه منها الشكل وكل حاجه. اوكي ودمهم خفيف، واخواتي دمهم خفيف، فتحس بيت فاني، فطلعت شبههم. اوكي. وبتهبلوا لما تقعدوا مع يا بعض؟ لهوي لما نتلم على ايه بعض، اوه. طب انا انت ينفع اقول بتنزلي كده؟ عادي. احكي حاجه على ماما واخويا ولا بلاش؟ لا عادي، ما ده هو اسمه فضفضت، ما هي دي الفضفضه، ما هي دي على نفسي المصيبه. مش عليهم ولا ايه؟ لا ما هو تمام. عادي. ماما بتعزف بيانو حلو قوي. اوكي يا نهار اسود. اوكي لما بتقعد لا مش ينفع اقول كده، لا والله. خلاص والله عادي. لا في مثلا عندنا رياكشن اخويا الصغير الله بعد ما هي تخلص وهي بتعزف، انا واختي عاملين فيها ما اعرفش ايه يعني. البيت بترقصوا مثلا بيقلب عطل وقت العزف. وهي مثلا بتقعد تعزف حبه، هي مش شايفانا، هي مش معانا عامه واحنا ورا. فده شكل البيت، هطلع ايه؟ اوكي عايزين مني ايه؟ طب انت بتنزلي صور عندك كلاب، ايه موضوع الكلاب اللي عندك؟ انا جات لي مستكه هديه في عيد ميلادي من شخص عزيز على قلبي قوي من فتره 2019، وما تخيلتش حياتي ايه قبل مستكه كانت عامله ازاي. فاتجوزت وخلفت، ففجاه بقى عندي 4 كلاب صغيرين يوركشاير بيجروا في كلهم، البيت. بس متدربين ومؤدبين، وكل يوم في اوتفيت جديد، وكل واحد ليه البرفيوم بتاعه وبياخد الشاور بتاعهم مرتين في الاسبوع. العربيه بتيجي تعمل لهم كل حاجه يعني، متدلعين قوي يعني. ممكن يسلموا على الناس